اوكي امور سهلات يا اخوي. ترى هذه اول حلقه اسوي الحال بالله والله. الله يسلمك. في الهواء سوا ما عليك. اول مره سهلات ايش ما قلت. اوكي السلام عليكم. السلام ورحمه الشيء اللي عندك معاكم الكو-هوست احمد باجابر. اليوم ضيفنا ابراهيم بطل العاب السعوديه 2022. مو بطل المركز المركز الثالث. الثالث. بطل. المركز الثاني. رحت بوديوم. يا بودي خلاص بطل بالنسبه لي. الله يسعدكم. الله يعطيك الف عافيه والله. شكرا انك جيت معنا اليوم. بصراحه انا من بديت اتوتر زمان. صراحه. ايش هو؟ بديت اتوتر شوي. لا مره عارف يا عمي ما في كاميرات لا تشيل هم. أوكي. انا وانت حنقعد اليوم. تمام. جلسات على ايش هو؟ جلسات النادي. بالضبط. اول شيء من جد من زمان نفسي انك تطلع معانا. قاعد احاول معاك بصراحه فتره طويله، بس دحين خلاص جمعت لنا قصص. عندك هروج كثيره ان شاء تقول الله لنا اياها ان شاء الله باذن الله. اول شيء عرفنا عن نفسك. قول لنا مين انت، كم عمرك، سنجل ولا مو سنجل؟ كم؟ ابراهيم زي ما قلت ابراهيم محمد فتيني. العب العاب قوه 400 متر و200 متر تقريبا كلها سبرنتات. انت ال 200 متر داخل فيك كمان صح؟ ايوه العب أيوة. يعني كلها سبرنت، يعني ال 100 وال 200 وال أيوة 400 أيوة. كلها سبرنت، بس اللهم ان ال 400 لونج سبرنت وبس. ما مو مره الفرق الكبير. اوكي فرق، بس يعني في النهايه يرجع انه سبرنت. اوكي كله سبرنت. فالمفروض بالنسبه لي احس انه المفروض تكون تعرف تجريها كلها الثلاثه مع بعض، اللي هي 100 100 200 و 400. 400. فعشان كذا وايوه عمري تدرس ما تدرس حاليا ايش؟ ايوه ادرس جامعة الملك عبد العزيز هندسة بدون ديتيلز. بدون ديتيلز مو لازم نخش ديتيلز هذه. يعني قاعدين نحاول نوفق بين الاثنين، اتبهدلنا بين الاثنين بس ماشيين الحمد لله. نقول ان شاء الله يعني نتخرج ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا عمي عوافي. هي كذا لازم. العمر رقم زبد اديك اياه بصراحه. صح بس ما تيجي شوف انا جامعة 17 سنة. ايه انت جلست كم اخي هذا هو لسه بسألك. انا تخرجت عمري 25 26 فعوافي حبي ترى. عارف واحد اتخرج عمره 30 ما شاء الله تبارك الله الحين اموره تمام. ما شو درس طب ولا لا بس هو تاخر. بس حبي الحين ما شاء الله متزوج عنده عيال ما شاء الله تبارك الله اشتغل واموره تمام. اي فما بقول لك تاخر بس حبي يعني والله حبي مره. لا هي كذا اقدار بالضبط. تيجي ان شاء الله. بالضبط بسيطه ان شاء الله. طيب كنت بسألك انا اول مرة اشوفك فيها كنت في النادي عندنا في ارجي زمان ممكن كم 2019 يمكن 2019 افتكر جيتني كنت بتسوي كاليستانكس. ايوه فاهم. ففجأة اختفيت كم شهر فجأة اشوفك في الانستغرام فزت بميدالية مدري في الملك عبد العزيز 100 متر اللي ايش قاعد يصير يا عمي والله. شوف ايش دخلك في الرياضة دي اول شيء؟ صراحة هي الموضوع كذا بالضبط زي ما قلت انت كذا جاء يعني. انا بنفسي ما كنت داري يعني. كيف ايش كان في مثلا زي ترايات في الجامعة ولا أيوة تجربة ولا فجأة واحد من العيال قال لك تعال جرب ولا ايش؟ درجات تعرف 5 درجات فوز بس. هذا قلت يلا بالضبط بلم جدك. والله كان في انه مثلا لو فزت قال لك يعني او تشارك يمكن موضوع حبي شويتين درجات صفيه غير يعني اشياء زي كذا. من الجامعه قالوا لي والله قلت يلا ما عندنا شغله يلا. في البدايه انا من جد كنت العب كاليستانكس. كنت ما اعرف نادي قبلها وبعدين المدرب اللي في النادي ذاك غيروه زي كذا وقلت خلاص فنقلت ارجي فت. كنت امرن نفسي واموري تمام. كنت احب الكاليستانكس مره يعني صراحه. افتكر كنت هجي بس شغلت انه الدبار تبغى دبار شغلت يوم قدام ما جبتوه بالضبط ما بس عندنا شيء ثاني يعني غيره بس يعني ايوه لا اقول لك بس نعم كنت حابب الكاليستانكس مره. يوم من الايام قالوا لي زي ما قلت لك
في العاب قوه في الجامعه، ايش هي ما اعرف، بس خلينا نروح نجري وعليها درجات. يلا والله رحنا انا وكذا واحد من اصحابنا كذا جربنا. حلو. فزت انت بال100 ما متر. عمرك جريت لا سبرنت؟ ما ما تلعب صراحة. كوره حتى؟ لا انا العب كوره من زمان. بتلعب كوره إيه، اوكي، لا، على أحب الاقل في الكورة. باك جراوند في ايوه كذا. شيء ثاني. لأن لا الكوره حياتي صراحه من بالضبط، زمان. لان فيها سبرنتات. تقريبا ايوه، بس صراحه يعني عالم وعالم. عارف عالم. بس اتليست يعني مثلا مو انه انت على بادي أتليست بيلدينج حركة. ولا مثلا باور ليفتر فجاه يقول لك يلا سبرنت، هذا هامسترنج كثير على طول يجي. صح فاهم قصدي؟ على الاقل لا بس زمان انت جسمك متعود على تتكلم انت يعني اقل من 18 في الثانوي في هذا ما حتروح النادي، ولا بالنسبه لنا احنا ما نعرف الا الكوره صراحه، يعني من متوسط ثانوي ابتدائي خلاص كوره 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 ظهر كوره ليل كوره، ولا تجيك اصابات ولا تجيك بعد 25 ترى. انا بعد 25 لعبت تنتكس كوره خلاص ما بطلت كوره. طيب ايوه قول لي بعدين كيف؟ رحنا جربنا، فزت بال100 المركز الثالث. ما اعرف كيف زمان يوم كان واحد كلهم زيك تجربه يعني؟ كلهم الا واحد الله يسامحه. لا مو كلهم صراحه، اللي فازوا اللي علي اعتقد الاثنين كلهم يلعبوا اللعبه اصلا قبل كذا. من زمان لهم. ايوه يلعبوا اصلا، جونا بسبايكس جاهزين وقاعدين يجروا. احنا جايين بفلات يعني شوز عادي وقاعدين نجري وزي كذا. صراحه الين يومك ده انا زعلان من الادمي ذاك، قلت له حرام عليك يا اخي، الناس كلهم جدد ليه تلبس سبايكس وتجري وتسبق؟ يعني عادي تقدر تجري بالفلات وتفوز، يعني ليه تضبلها يعني انتوا الدخل عليه. ايوه ماني داري خلاص. يعني فزت المركز الثالث. اليوم اللي بعده كان كمان فيه، كانت اعتقد يومين ورا بعض ولا 3 ايام ورا بعض. لعبت ال100 وال800 وال400 اعتقد. ال400 برضو يعني ذاك اللي نفسه لابس السبايكس كلها في نفس اليوم؟ لا اعتقد على يومين ولا 3 ايام. ناسي بالضبط. بس لعبت ثاني يوم ولعبت كمان ال800 وال400. ال400 نفس الشيء، مع انها دحين لعبتي، بس شفت هذا الادمي اللي لابس سبايكس راح ما شاء الله يجري. انا قلت لا، فاز علي امس، انا اليوم لازم اتفاهم معه. ما تسكت معه. ايوه كان الهيت اللي قبلي، فشفته يجري مره بسرعه، قلت انا لازم اروح اجري ورا زي كذا ولا ما حقدر افوز يعني. رحت. وال400 معروفه عنها قاتله الرجال. بالضبط. ال400 تقهر مره واحده يعني ما تعرف تجريها الله يرحمك يعني. وهذا حرفيا اللي هي صار في النص تحسها كذا غريبه يا اخي، وقتها غبي. هي عشان مشكلتها لونج سبرنت. بالضبط. فلما تكون يعني ما بين 40 لدقيقه، يعني واحد مو مره تكلم يعني معاه 55 ثانيه 55 ايه من تقول يعني ابطال العالم يجروها 43 44 بالضبط. ايه 45 يعني المبتدئين 55 ثانيه 55 ايه تقريبا. فانت لازم توزع فيها جهد، يبغى لها يعني ما هي اول اوت، ما هي بالضبط. انت لما تسويها اول اوت انت حتموت. ال100 هي الوحيده اللي هو 60 الاول اوت. ايوه وتلاقي كمان ناس في 100 يتعبوا يعني تلاقيهم اخر 30 متر خلاص ابو تنجوا زي كذا، فصعب الاول اوت. فانا على بالي انه تبى تفوز يا ابراهيم، يلا اول اوت. والله ورحت جريت 300 وصرت امشي اخر 100 بالله. اي والله متذكر جريتها 57 ثانيه شيء زي كذا. 300 فكيت بعدين كمان ما وصلت 300، وصل يمكن 250 متر. فكيت او انتحاري، وبعدين خلاص ما قدرت. انت وقفت. ايوه تحس اصلا رجلك ثقيله. أيوة. خلاص ما تقدر ابدا تسوي اي شيء. فانتهت نهايه مزريه جدا خطه فاشله جدا. بس بعدها في 800 صراحه يعني اخذت اعتقد المركز الثاني ولا الثالث في 800 اوكي. ايوه بس مت برضه 800. انت الاول اخذت افتكر قصدي 100 متر سوري، اخذت افتكر مركز. هذا يمكن السنه اللي بعدها لما متاكد مو اول؟ افتكر اول واحده. لا اول واحده كنت يعني جبت ميداليتين، يمكن فضيه في جامعه الملك عبد العزيز. ايه بس مو 100. في ايش المسافه؟ معلش يمكن برونزيه في 100 ايوه وفضيه في 800 او شيء زي كذا. ايوه فضيه في 800 400 ما جبت فيها وال 400 اللي هي دحين رياض اللي هي مسافتك ما جبت فيها شيء ما انت للاسف. وبس والله من هناك شافني واحد صراحه وقال لي تبي تتمرن معانا؟ تعال عندنا احنا نتمرن في نفس الجامعه هنا. مدرب هناك ولا ولا مدرب تتمرن ندخلك نادي وزي كذا
يعني تلعب بطولات شاف المملكة انه زي عندك كده. بوتنشل، شاف عندك شيء. ايوه والله تدربت معاه صراحة، مع انه هذيك الفترة كنت متردد عشان برضو كنت احب الكاليستنكس، وبرضو يعني افتكر جيت عند ذيك الايام. ايوه قلت ما ابغى اسيب الكاليستنكس على شيء زي كذا، ايش هذا الشيء يعني، جري ايش. بالضبط. والله صملت معاه، تمرنا. اول بطولة لي في المملكة انا ماني متأكد صراحة، انا عشان كانت قبل كورونا بالضبط، اظن هي اول بطولة لي في المملكة صراحة. توفقت يعني، انا كنت اتمرن هنا البطولة دي 100 و200 100 و200 ايوه بس. ايوه يعني ال 400 هذه ما شميتها. ما كنت افكر فيها ابدا صراحة. حتى المدرب مثلا ما قال لك انه لا قال لي يوم البطولة، قال لي شاف شكله ايش شاف ايوه في شكله 200. في التمارين انه ايش، انا يعني المسافة الاطول احس يعني انا يمكن فيها احسن شيء زي كذا. فصراحة في يوم البطولة أنا متحمس نازل 100 و200، فجأة قال لي يا إبراهيم أنت حتنزل بكرة 400. قلت له كيف كذا؟ ما دربتني عليها. قلت له كيف كذا؟ قال لي سهلة، أروح أجري أو سحب بالله من جد. والله زي كذا سوى. سهل روح. قلت له سهد بالله ما أدري إيش هذا، والبقية العيال اللي معي كانوا يضحكوا علي عشان معروف ال 400 مو حلوة. أنت ما كنت عارف إيش. ما هذا بس المهم نزلت والله وجريت زي ما قال، وجبت مركز اول وقتها، وجبت رقم يعني لا باس حلو يعني. الاسبوع اللي بعده كمان بطوله جامعات السعوديه. طول جامعات اوكي. يعني مو كليات، يعني بجامعه جامعات السعوديه لا جامعات كلها. السعوديه. كل جامعه عندها فريق. بالضبط. أوكي. كل جامعه انت في فريق الملك عبد العزيز، جامعه الملك عبد العزيز. والله يعني جبت مراكز كويسه فيها، جبت يمكن 3 فضيات. اوكي. مع تتابع ال100 يعني، جبت في ال 400 لعبتي اللي خلاص صارت لعبتي رسميا، جبت فضيه. وبرضه ذاك اللي بالسبايكس ونزل هذا هو جاب الذهبيه عليه وقتها. الله هذاك بروفيشنال من زمان. هذاك ايوه يلعب يعني. الحين دحين معاكم ولا؟ صراحه دحين شويتين اموره مع اوكي اصابات وزي كذا، بس يعني شويتين مكمل اشوفه لسه. فبعدها كمان اعتقد نزلت بطوله او شيء زي كذا، ناس والله كم جبت يعني. بس المهم انه ايش، انا على الاقل انه ايش جبت رقم كويس في بطوله المملكه. طبعا اعتقد من اول بطوله المنتخب كذا ابو ايش. هنا كذا حسيت انه انت خلاص هذه رياضتي، لانه مره شاطحه فاهم. كم كان عمرك لما دخلت؟ 20 ترى. مو بطال. لا مو ما دخلت بدري، دخلت متاخر يعتبر 20 يعني يعتبر فاهم، بس ولا متاخر مره فاهم ايش قصدي؟ مثلا ما دخلت 3 4. والله شوف صراحه يعني، بس هو ايوه فاهم. لين دحين احس انه انا متاخر يعني هو المفروض تبدا في عمرك 14 15. ايوه الناس يبداوا اقل كمان. ايوه الناس يبداوا تقريبا بالذات اغلب الناس اللي اغلب العيال اللي معاي في المنتخب وزي كذا يبداوا باعمار صغيره. وانا اقول لهم كيف اصلا عرفتوا اللعبه؟ انا ما عمري عرفت اللعبه الا ثالث. بالعكس يا عمي، انا كنت بقول لك دوب وانت بتتكلم رياضه العاب القوه اقدم رياضه في العالم وفي السعوديه يا عمي. ما اعرف اسمه بصراحه للاسف، بس في اول ميداليه لنا السعوديه. هذه صعان. العاب القوه ايش اسمه؟ هذه صعان. ايوه ما شاء الله تبارك الله. متى اخذها حتى؟ سيدني اعتقد 2000. متاكد مو اقدم؟ لا يا 2000 بالضبط، هي اولمبياد 2000. دحين اطلع لك هي بالضبط. اعتقد اخذ سيدني، اظن اخذ سيدني. هذه صعانيه، اظن اخذ سيدني معروف. ايه هو افتكر اول سعودي جاب لنا ميداليه، افتكر هذا الشيء في 400 صح؟ ايوه شوف يا طويل العمر. اي والله 2000 سيدني. ايوه 2000. فترى رياضه العاب القوه مره قديمه، بس ما احس انه طوروها. ما احس هذا الشيء سواه هنا للاسف. لا شوف صراحه يعني من ناحيه لا عندنا كانت العاب القوه يعني، كان اسمنا في العاب القوه اسم قوي صراحه. ايوه يعني بس انا بتكلم بس انا صراحه انا لما يعني شفت هناك في المنتخب انه العيال اغلبهم كانوا يعني يعرفوا اللعبه من بطوله المدارس وزي كذا، اغلبهم صراحه كانوا من بطوله المدارس. اقول طب بس مدارس احنا ليه مدارس؟ انا مدرستي ما كان فيها غير كوره والله صراحه. ايوه كل يعني معروفه احنا في المدارس كان كوره ويلا نلعب. بالضبط. ايش المدرسه اللي عندها تراك؟ ماني دارس. لا بس بطولات المدارس اعتقد كانوا يودوهم ما اعرف وين بالضبط ويلعبوا هناك البطوله، مو يتمرنوا بس يلعبوا البطوله كذا خلاص بطولة. بس انا صراحه ما مر علي الشيء ذا، وهذا اللي حتى انا اللي كذا بخاطري قلت يا الله لو جيت قبل الاجيال الجايه بزورتك ان شاء الله. يا بعدها مع المنتخب ولين دحين مكملين يعني، قاعدين نحاول نداقش
نحاول. بس ايش من جد والله، يعني ايش الشيء اللي خلاك كذا خلاص تقول انه هذه رياضتي؟ لانه من جد 400 يعني ما هي مريحه، غير ما مريحه. السبرنتنج عامه آه في اشياء مره كثيره، يعني زي ما قلت اول شيء انت بديت شوي متاخر. فزي ما تقول البريشر اللي على الجسم كأنك تخش متأخر مو سهل. مو مثلا رياضة، مثلا خليني أجيب لك مثال، إيش في رياضة ممكن تقدر تخش فيها؟ عموري صححني إذا أنا غلطان، الروينج يمديك تخش فيها شوية متأخر صح؟ يعني انا اظن يعني شوية متأخر عادي لو أنت مثلا فيزيكلي سترونج. لا نافس عالميا مرة. بالضبط إيه، بالضبط. بس انا بوصل لك هو السبرنتنج بالذات، لانه انا جربت اخش فيها شويه كذا يا عمي جات مليون اصابه، لانه في امباكت مره كبير على الجسم. ايوه. على الركب، على المفاصل، اذا بالذات جسمي مو متعود على الضغط هذا القوي. فايه في قرارك انت بصراحه يعني احس يعني انا يمكن في شيء فلتت شفته انت، شويتين. في شيء كذا اكيد كنت فيه متميز فيه وخلاك تكمل في ذا الشيء. شوف صراحة الموضوع يعني صار أسرع من اللي أقدر أستوعبه صراحة، صار كذا بسرعة إنه يلا لعبنا وجبت ميداليات، فجأة المنتخب يكلمني، فجأة ما أدري إيش، فجأة طلعت معاهم، فجأة كملت. ايه فالموضوع انه انت فالموضوع من عندك أحسه جاب بسرعة كذا، أحسه كذا مرة ما استوعبت الموضوع يعني، اوريدي أنا معاهم خلاص يلا. وفي مقولة يقولوها دائما إنه في كذا واحد يقول إنه خصوصا ال 400 يعني هي اللي تختارك مو انت اللي تختارها. من جد؟ واي بعض الاحيان كذا تحس من الموضوع ناحيه يعني. ايش انه عشان شوف صراحه ما في احد يحب يلعب ال 400، حلو صعبه قويه صح. فاهمة؟ بس بعض الاحيان يعني زي في حالتي تلاقي نتائج بسرعه، يعني انا حرفيا في ال 400 نتائجي كانت سريعه. اوكي انا دحين وقفت يعني شويتين معلق في مرحله من ناحيه رقم ولا من ناحيه رقم، من ناحيه يعني احس انه هذه المرحله بالعكس، يعني هذه المرحله هي المفروض انتقاليه، يعني لازم بالضبط. تركز فيها مره بزياده عشان في اشياء بسيطه تغيرها. ايوه في اشياء مهمه، جدولك، برنامجك، روتينك، كل أشياء شيء مرة لازم خلاص. اذا انت تبغى تكون مع الناس الاقوياء لازم ايش تبدا تحول. بالضبط. فانا في المرحله دي شويتين صراحه معلق عشان ظروف خارجيه. اوكي. يمكن برامج، مدربين، اصابات، صراحه لي سنتين قاعد اعاني من الاصابات كذا غريبه، بس إيه طبيعي مره طبيعي. بس يعني ماشي الامور. سلامتك الله يسلمك والله. بس ما شاء الله عليك يعني حقيقي، يعني كل ما اختفي عنك فتره اشوف الانستغرام، اشوف الستوري حقك ما شاء الله تطلع لي بشيء، اشوفك هنا. ايوه يعني والله داعس ما شاء الله نحاول عليك. قاعدين ايش نحاول نمشي مع الناس. بس دحين انت مع المنتخب هذه الاشياء بتصير ولا انديفيدوال؟ كيف يعني مثلا دحين انت البطولات هذه بتروحها، في اشياء بشوفك فيها مع المنتخب، في اشياء بشوفك فيها ممكن بسألك يعني هل تكون لحالك انت وكم واحد، ولا انتوا از هول تيم بتروحوا البطولات؟ لأن قصدي انه هذا في الاغلب في شيء انديفيدوال، يعني هذا بسألك هو في شيء انت لحالك تروحوا ولا لا؟ سؤالك شويتين. شوف في الاغلب الاشياء اللي يعني برا السعوديه تكون في الاغلب مع المنتخب، اذا ما كانت يعني اذا ما كانت بطولات كبيره تكون يعني لقاءات يبغى لها سبونسر شيب وكذا. ايوه يعني بعض الاحيان يحتاج لك يعني احد يدخلك في اللقاءات هذه وزي كذا فاهم. ف مو اي بطوله نروحها برا بطوله كبيره زي ما كثيرين يحسبوا انه ايش جبت يعني رحت لعبت مع وين، لعبت في جنوب افريقيا، لعبت ما ادري وين. يسموها ملتقيات بسيطه يعني. اوكي الملتقيات فيها اقسام يعني درجات، ملتقى من فئه A، منتقى دايموند ليج هذا تقريبا هو اقوى دايموند ليج. ايوه دايموند ليج هو اولمبياد بعدين دايموند ليج كأنه كاس العالم تقريبا ولا ايوه صار يمكن انا اشوف ولا اكبر من الدايموند ليج، اكبر من الاولمبيك صح؟ لا بس ايوه في وورلد تشامبيونشيب بطولة العالم. ايوه بعدين اعتقد اولمبياد يمكن تحتهم الدايموند ليج، عشان الدايموند ليج هو ليج فاهم. ايوه زي تشامبيونز ليج حق الكوره يمكن ايوه تقريبا لكن بطولة العالم والاولمبياد لا هذه بطولات. لكن الليج يعني حرفيا الدايموند ليج ده يمكن
توب اثليت ايوه هم اللي يتنافسوا فيه ويجمعوا نقاط، وبعدين في النهايه عندهم يوسين بولت جاب رقمه في دايموند ليج صح؟ دايموند ليج ولا؟ ماني متاكد بس ما افتكر انه جاب اظن رقمه في هناك. الاولمبياد، مو دايموند ليج، اظن في الاولمبياد في الاولمبياد. أظن في احد جاب شيء يمكن سافا بول، افتكر جاب في احد جاب رقم. في ارقام إيه. تنكسر عشان انت دائما لك حرفيا كانك تلعب يعني فاينل اولمبياد، ولا عشان يحطوا اللي عندك، يحطوا اللي في الهيت حقك ولا يحطوا اللي في معاك يجروا كلهم اقوياء مره، يعني كلهم يعني توب 10 يعني في الاغلب وزي كذا، فاهم. انا حصلت لي صراحه فرصه اني اقدر اشارك في الدايموند ليج، لكن مو في الفاينل ايه، اللي في قطر اللي هذيك. في قطر كانت ايوه. ايش هذيك؟ يعني الفاينل بي زي شو يسموها؟ كاتيجوريز وزي كذا. تقريبا ايوه، يعني تقدر تقول انه ايش، اوكي التوب اثليت حيلعبوا فاينل ايه، حلو. ايه ايوه الفاينل بي في الاغلب يعني زي وضعي انا، جات يعني في السعوديه تقريبا يجيك دعوه، والمنتخب يعني حطوا اسمي اني اقدر اروح هناك العب يعني اكتسب خبره وزي كذا. في الاغلب في الدايموند ليج في الاغلب انه ايش، يسوي الحركه دي مع يعني على حسب وين هو موقعه يعني، فاهم. في كذا دائما، في دايموند ليج مثلا قطر معروف خلاص دائما يكون في 100 اعتقد كل سنه، ثابت. في اوسلو، في اليابان اعتقد هي بوينت صح؟ بوينت سيستم. ايوه تجمع اعتقد نقاط. تجمع نقاط. والفاينل الكبير فين يكون؟ اعتقد في سويسرا اعتقد. هذا ثابت. ماني متاكد تاريخ. صراحه. أوكي. الناس والله ما اقدر افتي لك، بس ايوه بس انه هي فكرتها انه ليج في سيستم، قصدي في بوينت سيستم اللي هو قطر مدري فين أيوة في النهايه في في النهايه تاخذ والله جيد. تاخذ هذه ما كنت ادري انه كذا، حسبته بس شيء واحد وخلاص. لا شيل الميداليه وامشي. لا هو ليك بوينتس وكذا كل شيء. كذا يجمع. اوكي. ويا هسألك سؤال مره شاطح. هل ال 400 بسبب طول جسمك؟ طول رجلك؟ من جد ترى في اشياء مره تفرق من جد بسبب كيف جسمك، فاهم ايش قصدي؟ طول يدك، طول رجلك. والله ما اعرف بالضبط صراحه، ما اقدر انا بس شوف بالنسبه لي انا احس ايوه. بس شوف يفرق، يعني انت لما تشوف ابطال العالم صراحه يفرق الطويل، بس ما تقدر تعطي له يعني اوكي تعطي له بوينت زياده على الاقصر عشان يقدر ياخذ مساحه اكبر في بالضبط تقريبا، بس برضه يمكن يكون بطيء في المساحه دي، فاهم. ويكون يعني مثلا انا اللي واحد من اصحابي يعني كمان اقصر مني ويعتبر يعني الاول في السعوديه دحين، بس ما شاء الله يعني عنده 400 يعني سريع. ايوه أوكي. سريع مع انه قصير، بس هذا ايوه بتفزع له السرعه يعني. ايوه يعني رجله خفيفه وهذا تفرق، ما تقدر. بس صح كلام يعني مثلا زي يوسين بولت مره طويل بس كويس في المية. ايوه يوسين بولت حرفيا لما طول جسمه احسه 400 ما احسه 100. ايوه اعتقد كمان كان عشان يمكن على نفس وجهه النظر اللي انت تشوفها انه الطوال خلاص 400 يعني عشان السترايد كانوا ايوه كذا في اشياء كثير. انا ماني متاكد صراحه، بس اظن انه كمان كانوا بيخلوه 400 كمان بس او شيء زي كذا، ماني متاكد صراحه ما اقدر افتيلك. عشان صراحه واحد بطوله مو كثيرين يلعبوا 100 طوله. بالضبط عشان كذا بقول لك يوسين بولت مره شاطح. ايوه بالنسبه لل100 لانه اغلب ال100 ترى يجوك مو قصار بس مو طوال اللي حقون 400 عشان برضو الطول يعني انت لما تشوف كمان يوسين بولت يعني اول 40 متر شويتين يعاني. ايوه يجمع تحسه كذا بعدين، لكن اول ما يوقف زي الناس ياخذ الفول سترايد عشان السترايد حقته ما هي سريع في البدايه. بالضبط وكمان القريبين من الارض يعني اول 40 متر ينبسطوا بالضبط. بس زي في واحد صيني هو اسرع واحد هذاك ما شاء الله قصير مو طويل مره، مو قصير مش يعتبر قصير بالنسبه ليوسين بولت ما شاء الله. ذاك قوي، ذاك فكته يا عمي تيربو ما شاء الله تبارك الله. اعتقد هو عنده افضل 60 في اسيا صح؟ افضل 60 متر في العالم، بس يعني كيف اقول لك افضل 60 متر في ال 100 متر. افضل 60 متر يعني عشان شوف في سباقات 60 متر. عرفت ايوه عرفت ايش قصدك. عشان في سباقات 60 متر وفيها اوكي ارقامها زي كولمان، افتكر جاب رقم جيد في 60 في سباق 60. بس هو يعني في ال 100 متر حقت الاولمبياد طوكيو في ال 100 متر سوى 60 متر مره سريع، اسرع رقم اتسجل لين دحين، بس ما يحسبوا له يا زي كذا. تبغى تسويه في 60 متر عشان كذا يتسجل باسمك. اوكي. اما في 100 متر سويته اوكي على عيني وراسي، بس ما يتسجل باسمك. 60 متر في واحد اسمه كولمان معروف.
امريكا ايه وحش. وحش جدا. ايش اسمه الاول؟ كريس ولا بس كولمان قصدك هذا اللي دحين اللي أيوه. انصاب ورجع. افتكر انصاب ورجع. مو انصاب، توقف سنتين. اوه توقف مم. بسبب الدوبينج وهذا. يا بالله ايوه وقف. انا حسبته انصاب والله. لا لا ما انصاب، يمكن انت ملخبط بين واحد ثاني. لا هو بس انا ما كنت اعرف المعلومه دي. بس تعرف بورميل ايوه هذا الامريكي رهيب. هذا رهيب. يا اخي هذا اللي هذا انا رهيب. حسبته حيكسر الدنيا بس هدى. هذا رهيب. بس هذه شوي مشكلته اصابات هذا اعتقد. بس انا عارف بس يا ولد انا حسبت هذا حيجيب رقم مو يوسين بولت بس حيسوي شيء فاهم. بس دحين هدى. شوف استغربت صراحة منه بصراحه. في لعبتنا صعب مرة يعني تراهن على واحد. طبعا صعب يعني. زي أي شيء الايطالي ده ممكن يصير. فجاه جاء يا عمي. الايطالي كان لونج جمب شطحه فجأة اولمبيات. فاز متى؟ فاز طوكيو 2020 ايوه صح؟ طوكيو اخر اولمبياد. احسه جاء من ورا ما حد يدري عنه ما ولا حد يدري شيء. عنه صراحة. فجأة اخذ الميدالية. اقول لك كان لونج جمب يعني. اوكي اللونج جمب معروف انهم سريعين بس مو كذا مو 100 يتفتر حرام. في ناس طوال حياته في ال100 متر ولا بالضبط. قدروا ما حتى شاء الله. جسمه يا عمي ما يدي. لا بس يعني صراحة أنا أشوفه تكنيكه زي ما يقول القلم والكتاب. تكنيك حرفيا. يمكن هذا اللي كان فايده. دحين صراحة أوكي يعني كويس وقاعد يحاول يدافع عن على اللقب حقه. على اللقب اللي جابه في طوكيو. بس صراحة زي ما قلت لك صعب تراهن على أحد. طبعا يعني في السنة دي خصوصا. نوى لايلز اللي فجأة. نوى لايلز إيه. هذا مرة يعني هذه على قولتك السنة دي خصوصا احس في ناس. لا نوى لايل دحين توب التوب يعني حرفيا. كل ما نقول اوكي بس هذا شطحة نوى لايل مرة شطحة. ليش شطحة؟ انا بالنسبة لي مرة شطحة 100 200. كنت اشوف 400. نوى لايل 400؟ 200 كنت اشوف 200 صح؟ هو 200 بس 100 مرة كان بالنسبة لي شطحة انه يبدع فيه. لانه كنت اشوف كولمان كنت اشوف بورميل في كثيرين فاهم؟ هو شوف صراحة في الأغلب صدمني بصراحة. في الأغلب ال 200 متر تحتاج كمان سرعة. وكان يعني هو ما شاء الله سريع. بس ال 100 ليش كانوا أعتقد من وجهة نظري إنه يفوز عليه في ال100 عشان الستارت حقه. الستارت حقه اكسبلوسيف ولا؟ لا ما كان متعود على ال 200. ايوه متعود على ال 200. اوكي. هذا اللي كنت اشوفه صراحة. بس اعتقد عدل الشيء ده ودحين لانه سوى شيء مرة داعس. حتى جسمه يا عمي اختلف. انا وكامل دائما يقول اجسام ال 100 متر قاعد تتغير في الجنريشنز. من اين؟ كل حقبة. من اين؟ يا عمي شوف الالفينات بداية اللي هو جيل يوسين بولت وبليك. شوف اجسامهم كيف. عندك جاتلين جاي يوسين بولت بليك دقيقة عشان طويل لا حرام عليك. لا بس شوف بليك شوف جاستن جاتلين شوف هذا شوف اجسامهم كيف مفتلين. انا بتكلم من ناحيه مفتلين. لا راجع يوسين بولت اوكي في بداياته جسمه جيد ما بقول لك. لا يعني في النهاية احسه يحتاج عضل طبعا نحتاج لانه سبرنتر كتفه قد كده. عارف بس قارنه بين اسافا باول وبليك وجاتلين مرة يختلف قوي. بس طبعا عشانه طويل. أيوه. طويل مهما عضل ترى ما العضل حيكون هي كبيرة بس بالنسبة لطول ما حيكون مرة كبير. فاهم بس الجيل ما اظن صراحة اختلف 100%. انا احسه مرة اختلف والله. حرفيا لو وريت اي احد ما يفهم في الرياضة وريته الصور احس حيقول ايش قاعد يصير. يمكن والله. شوف الحين اجسامهم ما بقول انه مو مثليت الا لا طبعا. يمكن بس صح. حسيت اجسامهم اختلفت من ناحية انه صغروا شوية. بس افهم ليش. فاهم احس اصلا في شيء قاعد اكتشفه كل شويه مع السنين مع الاجيال. الرياضات مو بس انه الرياضه انه خلاص انت حتيجي 400 ولا 100. ترى الساينس العلم قاعد يختلف ترى. لما ينضاف في السبورت ترى يفرق. انا فجأت ما كنت في البدايه كنت اقول ليش دخل ما له دخل. انا ما بتكلم ساينس من ناحيه ابر فاهم ايش قصدي؟ من ناحيه بتكلم تكنيك. بالضبط. من ناحيه اشياء مره كثير تفرق. واظن التكنولوجيا كمان. واظن انه هذه الاشياء كمان هي اللي فرقت مع جايكوب حق ايطاليا اللي شال 100 متر في الاولمبياد. عشان لما شافوا الناس كيف قاعد يتمرن قاعد يسوي اشياء غريبه يعني يجيب السياره هذيك وراها. والمدرب حقه اعتقد كان من جد ذكي. حتى يده وتكنيكه كان يدي اعتقد عصايات حقت
ناس والله شو اسمه حق إيش؟ حقت العمي ذولاك حقين؟ العمين ايوه اللي يمشوا بيها ذي اللي عصايه كذا ايوه كان يديله اياها عشان طويله ذيك. ايوه عشان جد؟ ايش؟ ايوه شفت له فيديوهات هو في الشاطئ عجيب. يتمرن عليها عشان يعني يمرن يده. اقول لك شوف كيف فيمكن ترى مره هو- يختلف، ترى مره يمكن يختلف. صح ترى مره التكنولوجيا يختلف. قاعده تضيف اشياء كثيره يعني غير يعني نوعيه التراك قاعد يتطور، غير نوعيه كمان السبايكسات اللي قاعدين بالضبط. يلبسوها، اشياء بالضبط. كثيره اشياء يا عمي كثيره الأكل. من ناحيه انه الناس صار عندهم علم اكثر، مثلا ايش تاخذ قبل السباق، ايش فاهم ايش قصدي؟ ايوه احس زمان على الله، مو على الله بس من جد على الله، ما تقدر تلومهم لانه دوب جديد الموضوع، فاهم ايش قصدي؟ فعارفين بيتطور اشياء كثير بتتطور حس مع الزمن يعني. إيه. السؤال المهم لانه الناس مره كثير لما تقول لهم انا عداء ولا سبرينتر 100 متر 200 400 يشوفوها زي بعض. اول شيء هذا اول شيء. ثاني شيء يحسب ان انت بس تفك وتجري وخلاص. اي والله اباك تديهم تقول لهم ايش الستبس، ايش الاشياء اللي اكتشفتها انه اوه مو زي الجري. خلينا نبدا بس فكره سبرينتنج، بعدين تفصل لي ال 100 200 400. خلينا نتفلسف كثير. اي لا تفلسف، دوس دوس بالعكس. لأنه اخاف حرفياً ازل اخاف ازل لانه اقول لك لا والله شوف في اسمع. ناس يحبوا يمسكوا الاشياء. لا والله من جد اسمع، لانه من جد اغلب الناس ما الومهم يعني، فاهم ايش أيوة قصدي؟ أيوة. لما تقول لهم اوه انا اجري 100 متر يحسبوها حرفيا بس تجري تفك، تقول له هذيك ال 100 متر يلا فك، ولا 400 اخ الشيء ده قاعد يقهرني. بالضبط عشان حرفيا تعرف ايش؟ ترى هي مو بس يجيني إنك واحد تفك. اقدر اسبقك اقدر مدري ايش، اقول له طب اسمع احنا نتمرن كل يوم نجري حلو كل يوم نجري يعني حرام عليك بس يعني مو احترم انك كل شوي. يوم تجري في اشياء بتسويها. ايوه بس اقول لا يعني فاهم ايش قصدي؟ من مبدا سطحي اقول احنا كل يوم نجري. انت مو كل يوم تجري. مو يعني مو واحد يجي انت فجاه كذا اوكي يعني عارف في اللياقة. اقوياء وزي كذا، بس الجري يفرق خصوصا على التراك. بالضبط. على التراك الجري يفرق 100%، مو زي هذا عشان التراك حرفيا يعني يمكن هذه من الاشياء اللي يمكن يعني تفرق بين الجري الارضيه. ايوه بين الجري في التراك والجري في يعني في اي محل. سبايكس يا عمي، سبايكس هذا بس سبايكس اللي هي شويتين. في دوابيس. ايوه بس في التراك وزي كذا باونسي شويتين باونسي. صح. فاعتقد كل ما يعني انت تقدر تستفيد من التراك هذا كل ما تكون احسن يعني من ناحيه يعني تحفظ طاقتك ما تجري بشكل صح غريب. كلامك صح كلامك. تكنيك مره مهم عندنا، تكنيك طبعاً. تكنيك مره مهم. هذه النقطة اللي ابغاك تتكلم فيها، لأنه من جد الناس حسب إنه بس جري. ايوه كذا جري على عيني وراسي، بس ترى حرفيا في أشياء مرة كثير. الأنجل حق ركبتك يفرق، هنا يفرق، تحت يفرق، مرة صح. يفرق. وتفرق يعني كمان تفرق بين 100 وجهك و200 يفرق يا عمي. و400. والله وجهك تفرق. بالضبط. والله وجهك إيه يفرق أقول لك والله. مرة يفرق. قديش فكك يفرق في الموضوع. بالضبط قديش لازم يعني فصل لي إيه. أول شيء خلينا نقول مثلا الحين سبرنت. اول شيء اقول لك انه ترى في فرق بين ال100 وال200 بالضبط هذه ايوه. في التكنيك. خلينا نبدا 100. ال100 اعتقد احسه يعني اكثر شيء صعب شويتين في التكنيك. اوه مره عشان ديتيلد مره. عشان كمان خلينا اوكي الموضوع مو تكنيك بس، تكنيك وقوه. طبعا هي اللعبه بالنسبه لي اشوفها انه ايش كيف 100. بس عشان نوضح ال100 هي تقريبا عندك لين لو انت مبتدئ خلينا نقول 13 لا 13 لا لا انت 13 مبتدئ بنات 13 انت مبتدئ بالنسبه لك مين؟ مبتدئ واحد، فاهم ايش قصدي؟ يعني انا بتكلم كادمي يتمرن عادي، خلينا نقول كروسفيت يتمرن ولا بادي بيلدينج جاب يفك الافريج 12 يعني 12 خلينا نقول 12.5 خلينا نقول 12 50 يعني ايوه كذا. اول شيء فكره انه تقص من 12 لين ابطال العالم، خلينا نقول افريج 10 ونص افريج. ابطال العالم تقدر تقول تحت ال 10 30 لا بس بتكلم افريج كبروفيشنال 100 متر. ايوه 10 10 ونص خلينا نقول. هذه كم؟ ثانيتين وشويه يحسبوها سهله، ترى حرفيا ما هي سهله. لا ما هي سهله. ثانيتين هذه يمكن تتمرن عليها سنه سنتين. ايوه وكل ما تنزل ترى اوكي يمكن عادي واحد ينزل من 12 لين 10
80 10 بسهوله، مو مره صعب، مو من مشكله. كم من 12 50 لين 10 80 بشكل اوكي، مو مره. انه قصدك الترانزيشن، انه ها؟ من هذه لهذه. ايوه يعني يمكن واحد يعني يتطور بدال ايوه رينج. لانه هذا بس أيوة تعلمه هذه- التكنيك. ايوه اي بالضبط، تعلم تكنيك، تديله باور بالضبط. شويتين، امور تمام. بعدين كل ما يعلق. تقرب كل ما تقرب كل ما صح، صح، تقرب صح. لل10 فلات ما بقول 9 عشان الموضوع ده 9 لحاله تسعة عالم ثاني. 9 لحاله الحال. عالم ثاني كمان، الموضوع يصعب فيحتاج له وقت اكثر. يعني حرفيا يمكن تقدر مثلا بسنه من 12 50 لين 10 50 ما في مشكله، بس أيوة. من 10 50 لين 10 1 هذا ياخذ وقت مرة. هذه تقعد فيها عادي، ما بالضبط. في مشكله. ف وتختلف صراحه من واحد طبعا لواحد، طبعا تختلف طبعا من واحد يعني لواحد. شوف ال 100 متر عشان نوضح للناس الفرق بينه وبين 200 و 400 بالذات. ال 100 تحتاج مره انك تكون اكسبلوسيف. الاكسبلوسيف اللي هي يسموه القوه انك تفك بسرعه. هذه حتحتاج عضلات. مم. وحرفيا في ال10 ثواني لين 15 ثانيه في الانرجي سيستم عندنا ما تحتاج اكسجين مره كثير. فهنا هو في اكسجين في الموضوع. بالضبط ما في اكسجين. بالضبط على 15 ما تحتاج. فعارفين ال 100 متر ما تحتاج اكسجين، كلها عضلاتك. فهنا لازم تكون مره اكسبلوسيفنس، تكون عضلاتك جاهزه انك تتحمل الامباكت اللي بيصير في التراك. مهم. ال 200 نص ونص فيها. ايوه صح؟ ايوه فيها. صح اني اذا غلطان، بس انه هي فيها لانها 20 ثانيه حتوصل، فحتحتاج اكسجين في النهايه شويه. أيوة. ال 400 شيء ثاني. 400 اكسجين. اكسجين لا لا مو لا اكسجين. لا 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 والله كمان لان 40 ثانيه حتحتاج نص شويه كذا. فاهم ايش قصدي؟ ليش قاعد اقول لك اخر 100 متر في ال 400 الناس ما تعرف وين وين ربي حاطها؟ ليش؟ عشان خلاص كيف اظن عشان السيستم يتغير، فلاكتك بالضبط اخر 100 خلاص مره يمسك فيك وانت لازم تكمل. فبرضه يعني سريع الموضوع، يعني حسب يعني لو نقول انت في ال 200 كم تجري 22، ترى في ال 400 اللي يجروا 400 يجروا 21 ويكملوا عليها، صح؟ ايش 21 يعني ايوه يجروا 21 كانها 200. يعني بالنسبه لي أيوة. بالنسبه لي لو رحت مثلا بطل العالم ولا شيء زي كذا، من اول 200 يبين فرق. يعني هو يقدر حرفيا يعدي اول 200 برقم الشخصي حق ال 200 متر حق اوكي ما اعرف لو وصلت. لا فهمت بس قصدك. يعني فوق هذا ما يوقف، لا يكمل يكمل عليه 200 ثانيه. ايوه بس انه نفس فالموضوع- البيس قصدك نفس هذا. ايوه ما يروح اسرع من هذا. فالموضوع يعني 400 شويتين قاتله. اي واحد 400 ما مين افتكر. جري في دبي؟ حكيتك جانا واحد في دبي اعلن قبل ما يجي، قالوا جاي يجيب بي ار، افتكر شيء زي كذا. دخل معاه بيسر اللي يجري قدامه حتى. افتكر ابراهيم اللي يجري قدامه مات في ال 200 بعد، ايه ذاك لسه وكاله. زي ما هو. اذا ماني غلطان جري شيء مره مو طبيعي. ما تتذكر كم جري؟ هل 44 جبار؟ واو لا هذا مره قوي. اي 44 مره كويس قوي. جري 44 او 45 متأكد. برضو كلهم الاثنين اقوياء. انا ليش فاكر؟ لاني فاكر انه انا وانت حسبنا انه ايش جو جري كل 100 11. افتكر أيوة. افتكر هذه قويه هذه قويه. كان فاكر، كان سبرنت ما هو بيسر هذه في دبي؟ في دبي، بس ما هو البطوله اللي راحها. انا اقوى واحد في الامارات في ال100 رقم 10-0 جاب 10-3 فكوا لها. والله 10 0 ما شاء الله. افتكر ب 10 0 ما هي هينه. 10-0 ايه واحد في الامارات. احنا 10-0 عندنا ابكر كم. لا 10-3 القاعه. لا تفجعني 10-0 قويه. ايه 10 0 مره قويه في الخليج احس. وجاب في الايفنت 10-3. برضو 10-3 قويه. اي طبعا انا بالنسبه لي الين 10 5 انت كويس مره. شد حيلك شويه بعدين. 10-5 لا بس قصدي كواحد، ما بتكلم كواحد له سنين. يعني انت لما والله تتكلم عن عن واحد صغير لانه بيتطور. صغير كم بالضبط يعني؟ عمره 19 صح. اوريدي في العشرة 5 حيمديه يقص. 19 اوريدي في العشر 5 لا بأس. بس بالضبط. بس اقول لك انه في 19 في العشرة 2 دحين. ما شاء الله 10 تبارك. 3 صح المفروض. 10 2 10 3 لا دقيقة المفروض الا
اظن في مم. ف يب هذه ال 100 متر يحتاج بس لها- ال 100 متر قلنا ايش يحتاج قوه. هذا شوف أهم في شيء. الاغلب خلينا نتكلم تكنيك قوه ايش كمان وكيف توزع انا ايوه كيف توزع طاقتك، كيف هذه في توزع الاغلب في ال 400 ال 400. 400 لازم ال تعرف 100 البيس حقك. افتكر مو كيف توزع طاقتك، افتكر هذا الشيء حتى شفت فيديو لا شيء كوتشز مره كثير كانوا إيه. يتكلموا على هذا الشيء. كيف متى ترفع راسك في المية مره يفرق. متى في ناس يقسموها 3 فيزات بالضبط، 3 درايف فيزات، فيز، درايف فيز، بعدين في acceleration، مدري إيش، اكسلريشن، ترانس. بعدين اللي هو المينتين ايوه 200 في ترانس. اللي هي في 60 افتكر المينتين. يعني ايوه 60 في ناس 70 يقسموها آخر زي 60 كذا، 70. ايوه ايوه انا شفت قد جربتها من كيس كذا مره، شفت قد سمعت كوتش مره يتكلموا فيها، قد جربتها ومره فرقت كانه كيف اوزع نفسي، ما احس اني انا بس قاعد اجري خلاص. لا هذه لازم ايوه ايوه لازم- ايوه, لازم- لازم مره يعني. تفرق. خصوصا في المية زي ما قلت لك لازم انت تكون زي ما يقول المسطرة فاهم يعني لو يقول غلطت الكتاب. غلطه واحده خلاص راحت عليك. ايوه خلاص عارفين ما انه عندك حرفيا 10 11 ثانيه، هذه اللي جبت فيها انا العيد. اول مرة لعبت 100 متر حرفيا يعني فكت عيني، غمضت عيني لقيت اني انا مخلص. اقول دقيقة في ال 400 ما كان كذا بالضبط 400 مو كذا طيب. بالضبط. بس والله يعني فرق صراحة، فرق والموضوع اسرع من اللي تتوقع يعني الموضوع سريع. مره غير كذا ما نبغى نخش ديتيلز كيف رجلك تترفع وكذا، إيه. هذه لو في وقت نتكلم فيها. بس دحين بس نفهم الناس عامة انه من جد ال 100 200 400 قديش مرة يختلف. أول شيء طبعا يعني الوقت، هذه 10 هذه 20 هذه 40، فطبعا أنت في ال 10 و20 40 نفسك مو زي بعض طبعا. ال 200 هذه اللي أنا ما لقيت إلا يعني حرفيا أنا ما عرفت إيش الجواب من جد. ال 200 إيش أرجتها في النص لنا. شوف صراحة بالنسبة لي اعتبر انا اي واحد قوي في ال 200 ومو اعتبر انا كمان كويس في ال 400 كويس في ال 400. مو العكس، كويس. مو كويس في المية، ولا هي باب يفتح لك لل 400. ليش؟ عشان حرفيا يعني ابطال العالم زي كذا الاقوياء في ال 200 يكون عندهم تحمل ال 400 ال 200 اوكي فاهم، وسرعة ال 100. اوكي فانت يلا اختار ناس اقوياء برضه، فهمت الجوز، ناس مرة فهمت. أقوياء. يعني زي ذا نوح نزل مين نوح اي واحد نوح حق نوح لايف. ايوه نوح لايف حلو نوح شغال كله عربي انجليزي شغال مو غلط، هو نوح اي صح نوح انا حسبت واحد عندنا العيال هنا لا ايش الهرجه. ايوه شو اسمه ده اعتقد نزل 400 في اندورز جاب 45 كذا تتابع. 400 نو لا الامريكي صح؟ ايوه الامريكي ايه. نزل 400 وهذا وهو اصلا اعتقد سامع هو متخصص 200 كان هو 200 متخصص 200 بس دحين قاعد يطحن ال 100 وال 200 وال 200 وال 400 التتابع. اللي ريلي هو في الاولمبيات هذه اللي بعد ان شاء الله كم باقي لها شهر تقريبا. ايوه جولاي نهاية جولاي صح خلاص دحين اولمبيات حاط انه يبغى يجيب 4 ميداليات ذهبيه اللي هي في 100 ال100 احس مستحيل صعبة. انا لو بالذات سواها 100 انا مستحيل لو سواها حزعل قلت كيف مستحيل كذا 100 حيسحب. 100 في جيم في ناس كثير لا هو قوي صراحة في 100 بس مستحيل. لا مو مستحيل بالعكس من طب اوكي المرشحين شوف الاقوياء. انا قاطع شويه الحين ما متابع مره. السنة دي ما السنه دي مين في ما طيب أظن قول انا في- اقول لك مين ما في؟ اظن في احد انهزم في يعني احد هزمه في 100. لا بس قصدي السنه دي في الاولمبياد إلا مين الجمايكي. حيروح؟ اسامي معروفه. انا المشكلة ما اعرف اسامي كثير بس يلا اوكي مو اسامي على الاقل اتليست ناس تحس انه زي مثلا الايطالي جاكوب حيروح. ايوه طبعا. طيب جاكوب. كولمان لا ليه؟ خسر في الترايلز بالله والله خسر. شيت. طب بورميل انا ما اعرف ايش موقعه في العراق. حتى انا ما ما أعرف. اعتقد حيروح لا الصيني ما لعب الترايلز حقت امريكا أصلاً. الصيني سو صراحة الادمي ده انا ماني عارف هو اعتزل اظن ولا ما جد؟ اعتزل. هو يطلع كذا في الاولمبياد مم. ماني داري بس ما اظن انه هذا حيروح. كبير هو ترى جيل إيه، 34 اظن انه خلاص اخر شيء. اظن انه اعتزل يمكن بس أوكي. ما اظن ما اعرف شوف صراحة. اذا ما في الاسامي هذه ممكن يكون في جيم ما اعرف سبحان الله في واحد يجي من ورا ما اعرف. مين قال لك في ناس اقوياء في جماعة الجمايكيين قاطعين
في المية حرام عليك والله في المية مو اقول لك بشوفه. اقول لك نوا هذا ما خسر. بشوفه بس 400 نوا راح جامايكا لعب معاهم دقوه والله. والله بس يا اخي ما بشوف الا البنات هم الداسين دحين. لا برضه تكلم دحين. لا جامايكا ما تقدر يعني. بس خوي 100 مين يعني حرفيا دحين في اعطيني في اسم. في بلاك عندهم ذا كمان هو اللي فاز على واحد اسمه أعتقد. بلاك صغير ايوه صغير والله. ايوه وفي أوكي. ثاني اعتقد ناسي والله. انا حتى قاطع فاز على بصراحه ده، فتره، حتى انا قاطع فاز فتره فاز شوي. على بلاك مع انه هو اللي ده فاز على نوح. بس في ابو عادي يعني تلاقيهم أوكي. في الفاينلز. ال 200 في ذاك الامريكي نسيت اسمه اللي ببندانه آه هذاك معلم. بانيكريك ما ناس والله. لا عرفت ايش اسمه. بانديريك مدري ناس والله ايش اسمه. عرفت مين هو اللي فاز في المية بعد نوح. هذا معلم. هذا رايح هذا هذا معلم. رايح بالمية وال200. وغير ذاك ببندانه في واحد ثاني يا اخي مره ناس الاسامي. امريكي ثاني امريكي شوي كان شكله يلعب خدمي 400. كذا بصراحه. ايوه كان يلعب كذا تحسه عيال حاره برا التراك، تحسه عيال حاره. يا اخي عجبني ذاك معلم. نسيت اسمه حتى انا نسيت اسمه بس هذاك معلم. قابلته اصبر بالله من جد. أيوه. هذاك 200 و400 افتكر. هذاك معلم. 400 ونزل لل100. 100 ولا 200؟ 100 في ال200 ما يقدر ياكل معنا. بس افتكر نزل 100 وكان هو كان 400 فجأة قال خلاص انا وقفت برجع 100. دحين خلاص 100. ايوه 100 اوه اوكي. ايش اسمه؟ شو والله حيكون حماس السنه ايش دي. اسمه؟ ناس مره انا نسيت الاسامي كلها بصراحه. ناس اساميهم صعبة مو حلوة اصلا. مو لازم بس والله ما تستفيد قابلته في قطر هناك. كنت بطلع الفندق وهناك احلى شيء صراحة في الفندق. يا اخي انت حظك اقسم بالله كنت اشوف والله صورك. والله يا اخي حظك. يعني ديك الاكسبيرينس التجربة ديك اللي كانت في قطر صراحة مرة حلوة. طبعا يا عمي. نفسي ارجع للدايم والليج طبعا يا عمي. مهما عشان حرفيا قابلت كل الناس اللي كنت اشوفهم في التلفزيون. كان في قاتلن صح؟ ايوه قابلنا قاتلين على اخر ايام. قاتلين قاتلن هذا من اساطير امريكا المفروض. إيه. انه هو اللي هو مع يوسين بولت. هو اللي كان يعاند يوسين بولت. ايوه ما شاء الله تبارك الله يعني الين السنتين اللي فاتت كان بيتسابق برضه. ايوه اعتزل دوبل عمره يعني. 40 قاعد يجري بالضبط ما شاء الله تبارك الله. الحين سووا له اكاديميه افتكر ولا شيء زي كذا. والله يا اخي اقدر الرياضيين اللي زي كذا بصراحه. يعتزل يسوي له اكاديميه ويكمل في المشوار. يعني يحط خبرته. صعب. ايوه صراحه كمان انت صعب تسيب الفيل مو لازم. ايوه بصراحه عشان الادمي ده يمكن يجري من عمره كم. اعطينه كان صغير مره. ايوه بصراحه بس اقدر انا الناس اللي زي كذا اللي يعتزلوا ويسوي لهم اكاديميه يفيدوا الجنريشن. ايوه يفيدوا غيرهم. يعني خبرتك يا عم ما شاء الله تبارك الله فاهم. صح بدل ما تحبسها لنفسك بالضبط. معاك قبرك يعني تعلم الناس اللي معك. تعلم الناس. فاقدر بصراحه هذا شيء يعني بليك انا يعني اعتقد زي كذا بيسوي. بليك ما اعرف اذا بيسوي اكاديمي بس بليك ما انا عارف يتجو امه ذا الحين شغال هذا. ايوه شغال. فجاه اشوف الانستغرام كامل يرسل يقول لي شوف فجاه يقول something coming ولا شيء زي كذا ما شاء الله شاد. ما صراحه يا اخي معلم يعني داخل. لا صراحه يعني المفروض يوقف خلاص بالنسبه لي. اشوف انه بليك عشان قاعد يحاول صراحه. والناس حقين جامايكا كمان ما هم قاعدين يرحموا قاعدين يفوزوا عليه. قاعد يجيب ارقام كويسه بس في اللي احسن منه ما خلاص عمي عمره صعبه يا اخي صعبه. طب نرجع لل 200 و 400. قلنا ايش ال 200 تفتح باب لل 400 اذا انت كنت كويس فيها تروح ل 400. مو يعني شوف. طيب اوكي بس بفهم فكت ال 100 الحين انت في البلوك. فكت ال 100 تحس انك في الحواري. فكت ال 100 اللي هي ايش يسموها بلوك ستارت اللي هي فك احنا نسميها. ما اعرف بالعربي انتم عندكم في الرياض بالعربي. لا يعني ايش تسموها من جد هنا في عشان مكعب البدايه هذه. مكعب البدايه. ايوه في بلوك ما في. لا مستحيل عندكم بلوك هنا. لا مستحيل والله في سيارته مستحيل والله في كان وريته الكاميرا. المهم كان هنا اول. المهم اللي هو ده اللي الحديده اللي فيها البادز هي بلوكتين يعني تحط رجلك اللي هي تكون ايه الله عليك. ما اعرف اسمها بالعربي انا اسميها فكه بسموها بالانجليزي يسموها بلوك ستارت ولا مكعب البدايه عادي. هذه في المية لو غلطتوا فيها خلاص السباق راح حرفيا. يعني من اخس الاشياء اللي شفتها في اخص شيء شفته في الرياضه عامه
اللي هي في المية لما تكون عندك شيء اسمه الفول ستارت اخ او فكة تكون غلط. يا الله ابراهيم اقسم بالله انه كامل لو قاعد نتناقش الموضوع ده يمكن ساعة. صراحة يا اخي اللي قديش يزعل. أيوة انت أيوة. قاعد الاولمبياد 4 سنين تستناها. اوكي باكم تستوعب معي 4 سنين تستنى السباق هذا 100 متر اللي هو 9 ل 10 ثواني. 4 سنين شغال شيء انت مريقة. كوتش تتمرن ودايت وكل شيء وتتأهل، يعني تتأهل. التأهيل لحاله هرجة بالضبط تتأهل للأولمبياد وداس خلاص رايح توصل حتى عديت السيمي فاينل في عديت هذا السيمي وعديت في الأولمبياد فجأة توصل النهائي بس فكتك حرفيا من التوتر عشان انت كل 4 سنين دي بتفكر في اللحظة هذه. طلعت قبل المسدس ولا قبل صوت المسدس هذا بشوية بالغلط ولا بالغلط حرفيا حتى ولا تحركت يعني بالضبط. بعض الأحيان لو تحركت بس على البلوك السنسور اي هذا اللي يقهر. عشان كذا بقول لك بعض الأحيان في الكاميرا ما تشوفوها ما تشوف اللحظة اللي أيوة. آدم اللي يفك بس اللهم السنسور مرة حساس فيلقط انك انت تحركت قبل المسدس اللي هو الستارت. يجيك الحكم يعطيك في شيء زي الاحمر يرفع كرت أحمر. كرت يديك احمر كرت انت أحمر. برا خلاص تطلع برا. احلامك ال4 سنين دي شيلهم اقسم بالله ترى والله تقبل عموري انت والله الحمد مرة لله ما كانت عندكم تيجي. شيء زي كذا. اندور بالله عندكم شيء زي كذا. في الروينج ايوه فول ستارت عندكم انتم. ايوه صح كم المسافة اللي صح، صح، صح. تقطعوها في 2000 متر 2K يعني انت يعني ما حتستعجل مرة على هذا لا في ناس تلاقيهم 5 خطوات وفي ناس تلاقيهم بس ايه مم. وفي ست اند جو في كذا جول. مم. فلما تسحب قبل اه صح بس انت فكر فيها 10 ثواني 4 سنين شغال ما هذه عليها. المشكلة هذا اللي يغبن يا اخي مره يغبن. فحرفيا لو كمان احس انك تتدرب على الستارت مهم. لو كمان انت لما تتكلم عن 100 متر تدرب على الستارت بشكل اسبوعي تقريبا اي انا عارف لازم. الرياكشن تايم بس هذا مو اللي يقهر. تخيل دحين قاعده يعني تصير فول ستارتات على شيء مره يقهر زياده. انت قد صار لك؟ لا انا ما صار. الحمد انا لله. فول ستارت مره يمكن صار لي بس الحمد لله يعني ما عدت. عشان في ال 400 ترى مو لازم تستعجل بالضبط عشانها شويتين يعني مو زي المية حساسه أيوة، بزين فكتك مو اهم من هذا بالضبط. يعني احنا ما يعني اوكي نقدر ناخذ راحتنا شويتين في البلوك شوي لا مو مره شويتين كمان. انت لو تتكلم على طاقه العالم لا كمان بس مو زي ال100 وال200 ما تقدر تقارنهم. وانا لما طلعت فول ستارت كنت مع يعني التوتر الزايد الاشياء دي كنت مستني. قال لي ست طلعت ست ست اللي هي تتجهز. ايوه تتجهز أيوة. خلاص تسمع صوت المسدس شويتين. صراحة طلعت ما اعرف يعني توتر ولا ايش. مسكت راسي اتحركت ولا طلعت؟ لا طلعت طلعت يعني طلعت مرة خطوة ولا خطوتين تقريبا. استغربت. البطولة كانت كبيرة؟ لا كانت مملكة عادي هنا. اوكي قلت ايش اللي حاصل ايش فيه. انت ما تعرف استسلمت قلت يا ابوي صخت اسباج كذا كنت ابغى امشي قالوا لي لا ارجع بس وارنينج. لا الغلط من المسدس. كان الغلط من او المفروض انت قفلت خلاص مشيت. لا المسدس المفروض يطلق بس بعض الاحيان المسدس يعلق فما يطلق. فطول. فانت بعض الاحيان انت لما تقول يعني يقول لك ست وتطلع اوكي هنا حينطلق طبعا يعني خلاص ايوه انت طولت ست. اوكي بس في كم ثانية 1 2 3 اوكي بعد 3 المفروض يطلق خلاص ونمشي ونروح ما يطول مرة بزيادة. بس لا يعني طول بزياده وانا على الواحد على بالي فاهم. فطلعت فلما خلاص كنت بمشي قالوا لي لا الغلط من المسدس ارجع عادي. بس هو في ستاندرد معين في وقت معين ولا لا؟ كيف في وقت معين؟ يعني مثلا ما بين يقول لك ست وطلقة لا. المسدس لا عشوائي؟ لا بعض الحكام تلاقيهم مستعجلين ست طع على طول. اي شفت شيء زي كذا بعض الأحيان في يطول. بعضهم لا يطولوا في بعضهم يناموا. الأولمبيات يطولوا في مو يطولوا في النص. في الاغلب يعطيك في وقت. الاغلب البطولات دي يديك ست اي بعدين شوي هدوء الحين. تو ايوه فيا يديك راحتك شويتين. في بعض البطولات لا بوف. في بعض البطولات ينام ينسى انه معاه مسدس ابو ست ينسى اوه يا مره يا انت شغلتك حرفيا شغلتك بس كذا سيت جو اما تنسى ايش. في بطوله والله لا، جدك بتذكر قد صارت؟ ايوه في بطوله ابو مو يعني حرفيا قال ست
والناس هنا في السعوديه كانت والناس طلعوا ست، والارض كانت حاره مره، تعرف في الشمس والله استنى طلع الموضوع ايش ايش الموضوع طول حتى لين البقيه قالوا وقف المسدس، قالوا له الارض حاره عجل عليه. طلع المسدس السعوديه كذا صارت هي صراحه قدام، هذا ضحك هذيك البطوله. ايه يا عمي يشبك الربر وفي الشمس ويدك والله. الناس يجيبوا مويه يرشوا شويتين التراك عشان حرفيا ما يزحلق الموضوع. لا بس عشان تبرد السيرفس الارضيه. ايه بس كنت اقول لك انه الموضوع اللي انت قلت عنه اللي ال 200 ل 400 يمكن تطلع فولت ستارت. ايه اوكي يمكن لو انت طلعت قبل المسدس يمكن غلطك، اوكي، بس دحين قاعده تصير فولت ستارتات تقهر، انه القانون اعتقد عندهم لازم انت تطلع بعد المسدس ب 0.1. 0.1 اما إيه. في حسبه. ايوه 0.1 ولا ولا 10 من ولا 10 من 100. لازم يعني بس في كثيرين ولا في كذا يعني كذا حاله طلعوا قبل مثلا طلعوا 0.0 something، فاهم؟ 0.0 شيء 0.09. حلو، بس يقول انس يعني هو في النهايه 0.1 انت برضه المسدس طلع وانت طلعت، بس انت يقولوا اسرع، يعني اللي سمعته انه اسرع من انه انت تقدر تستوعب الطلقه دي. اوكي ف سكواليفايد يا اخي حرفيا صارت اعتقد في الاولمبيات افتكر هي صارت في الواحد عنده 100 كان يلعب 110 حواجز يا اخي لان الغبنه. يعني قالوا له انت اسرع، الرياكشن حقك سريع بزياده، يعني اوكي انت طلعت بعد المسدس، افتكر هذا شيء. ايوه طلعت بعد المسدس بس الرياكشن حقك سريع، فالسلام عليكم. وكان مرشح اعتقد انه كان شيء افتكر الرجل. فالصراحه ان والله الموضوع غبنة. فالموضوع يقهر ترى مره غبنه. وانت تخيل يعني كمان الفولت ستارت هذه مشكله انه ايش يعني، تخيل مو بس انه انت تجهز لبطوله زي كذا، مثلا في بطوله تكون في اسبانيا انت تاخذ عفش وتجهز ليها اسبوعين وزي كذا، تاخذ وتسافر وما ادري ايش، وتروح هناك في النهايه تاخذ تسكواليفاي وترجع. يا عمي في ناس 4 سنين خوي مستوعب 4 سنين بس عشان اللحظه هذه 10 ثواني هذه وتروح عليك زي الهواء. والله تغبن يا اخي، حقيقي تغبن. يعني ما اعتقد في ناس يقدروا يستوعبوا هذا الشيء في الرياضه دي. لا لانه تقهر والله تقهر، لانه ما ادري اذا في رياضات زي كذا كثير مره زي كذا. ما احس يعني. اوكي عمور قال الروينج بس ستيل الروينج مو لازم تكون مستعجل معه. بالضبط بس السبرنت كثير كثير كوره ما ذي رياضه ما في شيء زي كذا، فاهم ايش قصدي؟ اصابه بس، هذه اصابه عاد ما يمدينا نقول شيء. في اصابات شيء ثاني. يعني في العاب القوه كمان في يعني مثلا الجله. ايش هذا؟ الجله يسموها جله؟ ايوه شغال اول مره اعرف. هي العاب القوه 3 شوت بوت صح؟ شوت بوت انجليزي ما اعرف يعني ما حكذب عليك. انا ما حكذب عليك، العاب القوه ما تعرفت عليها في امريكا، ما في السعوديه ما كنت اعرف عنها شيء. فكل الاشياء اللي اعرفها مصطلحات والله العظيم انا اقول لك. يعني حتى مره افتكر واحد قال لي ايش تسموه النط مو قفز حواجز، لا هذاك اللي جافلين زانه. ايوه قال لي زي، قلت له ايش زال؟ طب اسمع فاهم لي ايش هي العاب القوه 3 اقسام. حلو، جري نط رمي. ايوه هذا ايوه. الرمي فيه له 3 العاب تقريبا، جله رمح ومطرقه. جله الكوره الحديد اللي تلوف وترميها وفي الرمح وفي الحبل. ايوه هذه مطرقه هذه سمعتها قريب. هذا سمعتها قريب. وفي رمح واضح. ايش في كمان ناس والله لو في شيء. الرمي لا بس هذا الرمي في قرص. ايوه صح قرص ديسك. صدق القرص مره جيد. القرص يعني مره يعجبني تكنيك يعني. انا شو صراحه احب الناس اللي يلعبوه بس ما والله زي ترمي اتفرج عليه اتفرج برا استكن عليه. اجسامهم تعجبني حتى، وكمان التكنيك كيف يرموا وهو تلاقي القرص يروح بعيد. ايه حلو بعدين في النط قفز حواجز. قفز حواجز يعتبر من سبرنت؟ لا سبرنت اوكي. الاشياء القفز الطويل، القفز العالي. القفز الطويل اللي هو تفك سبرنت بين الرمله. ايوه اوكي. القفز العالي اللي هو لا اللي لا اللي تجري بعد ايوه في كذا على الجنب. ايوه ينطوا في الزانه، هذه يسموه قفز الطويل. ايوه في الزانه. ايوه زانه. ايوه زانه هي اللي زانه. زانه اوكي
هذا اللي كذا زلمه مين؟ ما انا عارف يعني ليه سموه زان لا تسالني هي كده اسمها كده. بس كده عباط. طيب اوكي فايوه بس هذا إيه هذا في هو. ثلاثي تربل إيش جمب. هذا؟ هي تربل جنب اللي واحد. ايوه ما تعرف الا الانجليزي. قلت لك والله العظيم ما تألفت الا تربل جمب صراحه متعبه احس والله. والله مره تكنيكي. هي اللي واحد اثنين ثلاثة برضو مو على بس الرمل. مو بس برضو أي على واحد. الرمل. اي بس مو واحد اثنين، لا واحد والرجل نفسها تطلع. انت لما تشوفهم احس يا يجروا واد لا هم شو اسمه؟ يسووا ايوه الساق مو إيه يعدل. لا انت البريشر اللي يحطوه على الارض الساق ايوه شيء صراحه. هو وكمان الهاي جامب هذا اللي العمود ده اللي لا عادي الهجم لا برضه القوه اللي يضربوها الارض يضربوا فيها الارض ويطلعوا فيها مو بس بيجروا بعدين كذا. انا قصدي ايوه لا الهجم ده اللي كذا بالمايل قصدك؟ ايوه ايوه لا مو بس ما احسه زي تربل جم. تربل جم لانك صح. فاك سبرنت بعدين بتحط بريشر على الرجل واحده اثنين ثلاثه. انت بتخيل يعني فاهم على رجل واحده هذاك رجلين. فاهمك لا فاهم. اصعب. بالنسبه لي احسه كده ما واحد بتكلم صعب. صعوبه بتكلم كبريشر على الرجول. ايوه قديش رجلك لازم تكون تستحمل كسنجل ليج فاهم؟ ما ادري يعني بس بالنسبه لي احس انه لا البريشر لما اشوفه مثلا انت لما تشوف اوكي ما قدر اركز في السلو الهجم موشن بالذات حقهم بصراحة. كيف يضغطوا الارض وكذا ايوه تحس انه الرجل حتنكسر في اي لحظه عادي. تحس الساق كذا بتصير. ايوه انا التربل عندهم جمب زي كذا افكر فيه. تربل جمب كمان. يا اخي بالضبط. وفي طيب الجري حقنا الجري عاد 100 200 100 200 قفز 400 حواجز. 400 حواجز 400 حواجز 200 في حواجز لا 200 ما في حواجز بس ال 100 و 400 110 حتى 110 ايوه 110 عشان 110. المسافة ايوه و100 400 حواجز 400 وبعدين في 800 1500 3000 موانع 3000 اللي موانع. فيها مويه او مدري ايش. ايوه بالضبط. كيف فكك حركة المويه قال لك انها لا تغلط على مالي صراحه. هذه المويه خليني اقول لك هو ما اعرف اذا شفتوه لا في الاولمبيات كم 800 متر صح؟ ايش هو؟ الموانع هذه لا 3000 3000 فيجروا وفي قال لك انه ترى انا شيء معلوماتي على قدي. في حاجز مره كبير تتسلقوا بقول لك مو مسوين تتسلقوا بركة لا موية. مو تتسلقوا تنط فوق نط فوقه فجاه كذا في بركه مويه ما اعرف ليه فاهم الحركه قال لك تطلع تجري تكمل والله والي صلاح هو ايش دخل وين صراحه انا انا ما لا انت كده قاعد ما بحقر الرياضيين بس ليه ماني فاهم ليه مويه وقال لك تقوم من المويه وتجري فاهم طب سووها في الغابه يعني في اختراق ضاحيه ليه كروس يعني كانتري بالضبط حرفيا يجروها ما اعرف في جبال خلاص وغابة ما وكذا. ليه يعني بس يعني ما ادري صراحه انا ما سوري والله كل مو واحد قصدي مو قصدي بس يعني خذوني على قد عقلي بس انه بس انا لما شفت البركه دي مويه كذا قلت ايش جوكم فاهم بس حاطين واحده لازم تخش في المويه وتطلع مبلبل عشان تمشي ثاني واحده فاهم يا ريت في كذا ملخبطه لا يزقزاق بس هي بركه إيه. واحده فمره هذه الرياضه غريبه صح عندي تحفظات بعرف أوكي. نفسي اقعد مع واحد بس يعني ياخذني على قد عقلي بس يفهمني فاهم ايش الهرجه والله احنا ما نفهم احنا نجي صراحه ايش حنسوي كذا اوكي يلا معاك. شغال، بس يلا يلا معاك. نسوي. في ناس مجانين حرفيا يسووا اعرف يطلعوا فوق الحاجز ينطوا كذا زي المسبح يخشوا ايوه بقول لك عشان ينطوا. كذا بقول لك ايش الهرجه مبسوطين هم اهم شيء. اهم شيء انتم مبسوطين اموركم طيبه واخترتوا هذا عن قناعه الرياضه دي عن قناعه شغال ما اقول لكم لا. الهرجه المهمه اللي ما تكلمنا فيها الالعاب السعوديه. اول شيء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله انك اخذت برونزيه في الالعاب السعوديه الاولى صح؟ ايوه الاولى طبعا هذا في التاريخ يعني اباك تفكر هذا شيء ما اعرف اذا انت حطيته في مخك. شوف صراحه العاب سعوديه اولى واخذت أيوة ميداليه أيوة. هاي في التاريخ يعني تكون عمرك 50 تهايط بيها. ثاني شيء اباك تحكيني ايش الاكسبيرينس من ناحيتك انت كاثليت كانه ما شاء الله تبارك الله يعني مملكتنا الغاليه يعني ما شاء الله سوت شيء مره عظيم صراحه انا مره فخور بهذا الشيء. اول ما سمعت عنه كان الاكشن حقه مره سريع انه سووه بسرعه من دون اي اكيد طبعا في تجهيزات بس بالنسبه لنا احنا كمشاهدين كان بالنسبه لي انا حضرت حتى الافتتاحيه كان خرافي كان شيء مره كبير كبير وحلو ما شاء الله تبارك الله. فابغى الاكسبيرينس حقك كاثليت كرياضي وايش كان احساسك
كيف كان التجهيز لهذه البطولة عامة، آه. وكيف كانت تختلف عن باقي البطولات الثانية؟ اوكي، شوف صراحة الألعاب السعودية يعني هذه انتقالة نوعية للألعاب المختلفة. صار فيها تركيز للألعاب المختلفة. فكرة جدا ذكية مرة بصراحة شيء جبار اللي سواه. صراحة حمست الناس كلهم. حتى صراحة احنا ترى يعني الناس يحسدون على الموضوع، يعني في السعودية حرفيا الدول صح اللي صح جنبنا وزي كذا يحسدون على الموضوع ده، انه الألعاب السعودية والجوائز اللي فيها وقديش بغض النظر الجوائز كانت كبيرة، إيه. الفكرة بالنسبة لي كانت بالضبط. جبارة. هو شوف صراحة أنا ماني متأكد لو كان نفس الكونسبت حق أخذت برا. فلوسك أهم شيء؟ اي لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا الحمد لله. شو اسمه ده، هو ماني عارف، بس تقريبا لما تشوف زي جامايكا زي أمريكا زي الدول ترى عندهم زي كذا، عندهم يعني ترايلز بس تقريبا. رياضات معينة ماني متأكد صراحة إذا ما أعتقد كان في أحد سوى. إحنا ترى عارفين اللي بنسويه في السعودية ما شاء الله تبارك الله، مم. أولمبيات، بس هي الألعاب الأولمبية السعودية يعني يسموها كذا ولا سعودي ايوه جيمز، ايوه بس حرفيا أولمبيكس بس حق السعوديين والمقيمين صح ولا؟ يعني في ايوه مقيمين، المقيمين، أيوه. يقول المقيمين ولا اللي عندهم يعني اكثر أيوه. من سنتين في يعني اللي يفيد اللي عايش في السعودية بيفيد السعودية. أيوه. ففهم الفكرة انه اكسكلوسيف لنا واللي عايش فيها، فمرة حلو يعني بصراحة. صراحة ايوه زي ما قلت لك الفكرة مرة يعني ننحسد عليها اي بصراحة ما شاء الله ما شاء الله يعني من جميع النواحي، كمان خصوصا انه ايش انت تهيئ يعني اجيال قدام. بالضبط اجيال تخليهم اوكي يلا عيونكم اتحركوا. هذا اعتقد كمان من مواضيع الرؤية نفسها. طبعا يعني انا بالنسبة لي اول ما من قبل لا يصير موضوع مع الالعاب السعودية انا كامل دائما نتكلم ليه ما يكون عندنا شيء بطولات تكون مجدولة طوال السنة مهما ايش كانت الرياضة، عشان الناس يقعدوا يتحمسوا له ويتمرنوا. لانه مثلا لو كان في شيء بس سنوي ولا كل سنتين ما في شيء يعني ما حتتحمس، حتجهز قبله ب6 شهور يعني واتفر. ما بتكلم عليك انت كرياضي بروفيشنال، بتكلم رياضات الناس عاديين بيخشوا بطولات ينبسطوا فيها. فالمفروض انه يكون في شيء يحمس الناس عشان النوادي تتحرك، عشان الناس يكونوا هيلثي اكثر. وفعلا هذا اللي صار بالضبط. هذا كل شيء خلاص، كل الناس صارت تهتم للرياضة اكثر، خصوصا بشكل محترف. كمان المحترفين محترف حتى كان لايف ستايل صار الناس. ايوه صاروا يحاولوا الناس، لا حتى في ناس وقفوا رجعوا بالضبط. ففكرة صراحة مرة يعني الحمد لله نشكر قادتنا الحمد يعني لله حقيقي الحمد لله على الموضوع ده. الله يطول في اعمارهم يا رب. ايوه هي نار. المفروض اعتقد كانت تبدا 2020 قبل كورونا 2000. أيوة. لا هذه ما اعرفها بصراحه. لا كانت اول نسخه. ايوه كانت اول نسخه، حتى انا متذكر كانت اول نسخه المفروض 2020 اول سنه لي اخش فيها العب فيها العاب. حلو ما شاء الله انه ما كنسلوها يلا خلينا نخش ما ادري ايش، واعتقد قدرت اسجل فيها وزي كذا بس اتاجلت. فتحوا تسجيل وكل شيء. ايوه اظن وصلت التسجيل زي كذا، بس كان نظام التسجيل غير اظن يعني اتاجلت. وسبحان الله يعني هذا يحس التاجيل من ربنا يعني طبعا جاك. ايوه يعني سبحان الله قد قدر لي هي انه على الاقل اقدر اشارك بمستوى احسن. بالزبط. السنه اللي بعدها خير. اللي بعدها اللي هو 22 تقريبا وقدرت يعني احصل على ميداليه الحمد لله. سبحان الله خيره، قلت اخيره فيها خيره حرفيا. صح. وقتها كنت اعيد ليها وتاجلت، وبعدين لما رجعت بالنسخه الاولى حقتها كنت اوريدي قاعد اتمرن، والحمد لله يعني تمرين كويس ومستوى لا بأس، وقدرت اشارك والحمد لله قدرت احقق يعني. هل كان عندك مدرب لك انت ولا كتيم للالعاب السعوديه؟ خلينا نتكلم، هل اجتهاد شخصي انه مثلا انت لقيت لك مدرب برنامج لحالك؟ شوف صراحه موضوع اجتهاد شخصي انا ما احبه في موضوع الرياضه يعني ما طبعا في ناس بيفيدوك. ما بقول لا، بس بتكلم انا ايش قصدي اجتهاد شخصي عشان ما تفهمني غلط. واحد يفهمني غلط. قصدي اجتهاد شخصي من ناحيه انت قمت ودورت على احد
انت فاهم ايش قصدي؟ هذا اجتهاد شخصي قصدي، انه انت ما قعدت على الكرسي وقعدت كذا تبغى الناس يجوك. انت رحت دورت على كوتش كويس، انت دورت على واحد ضبط لك ميل بلان وات ايفر، فاهم ايش قصدي؟ زي كذا. هذا قصدي اجتهاد شخصي، انك قمت على نفسك. طبعا يعني كل واحد يحاول يعني يسوي اللي يقدر عليه بمساعدة يعني اللي حوالينه. و يعني زي ما قلت انا حاولت كيف علقت. اقول ما وقفت مخي. لا عادي لا بس يعني انا يعني اوكي يعني حاولت بنفسي كمان يعني، ومع الظروف اللي صارت يعني وقتها انا متذكر فيه كذا شغله. وكنت كمان اتمرن مع المدرب اللي هو اللي دحين معايا يعني، وكنت كمان ماخذ يعني تايرون أيوة كمان اتمرنت عنده بدايه الموسم كذا كاعداد عام، وفادني مره والله تايرون يعني. افتكر ايوه تايرون تحيات. لاف يو تايرون. لاف يو كوتش تي. مدربين كمان المدرب حقي كمان اللي كان ماسكني وقتها كمان كان مدرب في المنتخب، كنت اتمرن في المنتخب. وايوه بس مين اللي كان معاك كونسيستنت دائما معاك؟ هو في الاغلب هو المدرب اللي كان معي في المنتخب يعني. أوكي. هو اللي كان يعني كنت انا كمان ماشي معاه، مو تركيز بالضبط في بطوله هذا، لا كان في بطولات قبلها أوكي. كمان يعني. كان في بطوله العربيه في تونس اعتقد ولا هذا. افتكر رحت انت. ايوه كنت برضه اتمرن. النتيجه بايخه جدا بس الحمد لله. عادي الحمد لله. يوم لك يوم عليك والله عادي. بالنسبه لرياضتنا يوم تفرح يوم و10 ايام تزعل. عادي يا عم. بس هي كذا صراحه الرياضه صح. لازم يعني حرفيا اكثر شيء صعب في الرياضه دي انه ايش يعني المنتل هيلث. اي والله كل الرياضات ترى، والله كل الرياضات بس كل لما تكون رياضه فرديه خصوصا حلو. ما اعرف انتوا عندكم حقين الروينج ماني داري. لما تكون الرياضه يعني فرديه تحسها اصعب من انها جماعيه، عشان الموضوع يجي عليك 100% يعني مهما يكون انجاز النتيجه شخصي. ايوه النتيجه ايجابيه سلبيه عليك. صح مو على التيم مثلا. ايوه ما تتوزع على التيم، لا في النهايه انت اللي سويت صح، انت اللي سويته غلط. صدق كلامك. اوكي في عوامل مدرب تمرين دنيا زي كده، بس انت لما تراجع نفسك في بينك وبين نفسك لا انت الغلطان وانت الصح. هذا اللي المفروض تسويه في الرياضات الفرديه. الرياضات الجماعيه تقدر تقول يمكن تتوزع على اكثر من واحد صح، بس يا الرياضات الفرديه تتعبك شويتين صراحه يا اخي. هذا لازم تكون قوي صراحه يعني. انا الموضوع ده يعني كمان يعني ما حد يتكلم فيه كثير هنا عندنا للاسف، لانه عندنا لاحظت صراحه شعب، احنا هنا شعب خلينا نقول، ما بعمم، ما بقول كعرب كسعوديين، بس عامه احنا هنا ككلتشر كثقافه دائما يقول خليك ذيب خليك قوي. ما عندنا ما نؤمن بالاشياء العقليه، انه مثلا ممكن انت نفسيا تتعب بالشيء ده للاسف. يعني هذا شيء موجود عندنا دائما، فما حد يستوعب قديش الرياضيين بيتعبوا ترى نفسيا اكثر من جسمانيا. لا بتكلم منتل هيلث لازم يكون يعني مره مهم يعني ترى. انت طبعا تعرف انت مدرب وتعرف، بس إيه؟ المنتل هيلث ياثر بشكل طبعا كبير ياثر فيزيكلي يا عمي. يعني حرفيا في يعني في بعض الاصابات انت ما يعني ايش اللي حاصل، بس عشان الاسترس الزايد ما بيسوي ريكفري جسمك، وبرضه تحسسك بآلام غريبه حرفيا. لا وترى من جد ترى صح كلامك، بسبب القلق والهذا والتفكير اوفر ثينك كثير، ترى من جد بضحان الستريس ما يساعد جسمك انه يسوي ريكفري. سبحان الله ترى هذا من جد. سمعت ما اعرف ايش يسموه، ما اعرف والله ما اعرف ايش الهرمون اللي ينفرز مع الاسترس والاشياء دي اللي ترى مره يفرق، انه من جد لما تبى تحسن جسمك يكون ريكفري عندك كويس، لازم تكون بمود مره كويس، تكون هادي. عشان كذا في اشياء تسويها من ناحيه الناس يحسبوها زياده، هي ما هي زياده. مثلا تقعد لحالك تمشي تروق، الاشياء دي المساج ايس باث سونا، بس انك تخش في مود انك تروق. الترويقه دي هذه حتفيدك في الريكفري. ايوه لا اقروا عنها حرفيا مره تفرق. النفسيه مره مهمه مره. انا جربت يا عمي، انا نفسيتي ما كانت كويسه في فتره وكان عندي الم ظهر. حرفيا اول ما بديت ما افكر في الموضوع ظهري رجع تمام. من جد والله العظيم مره يفرق مره. عشان كذا فهذا الموضوع احس حلقه لحاله نفسي الحقيقه، يقول لي كامل بعدين يعني. حلقه لحاله. منتل هيلث هذا في الرياضيين للرياضيين مره شيء مهم جدا 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 جدا. لو هو هنا كان كويس ما تتصوروا الامور حتكون كويسه. كله في الحياه عامه يعني. طيب وين وصلنا؟
نسيت. انه قلت انه جهزت نفسك، رحت العاب العربيه في تونس، بعدين ايوه رجعت رجعت. برضه تمرنت ونزلت الالعاب السعوديه والحمد لله توفقت يعني. الحمد لله. بس. الجايه متى ان شاء الله؟ ايش؟ الالعاب السعوديه الجايه حتكون نوفمبر؟ في اكتوبر. أكتوبر. شوف على طول والله مو بعيد. اكتوبر. والله يا عيال نفتكر دوبا خلصت، مره مو بعيد. دوبا خمين الله يسامحك. والله بالنسبه لا لي صراحه ايوه ديسمبر. والله بالنسبه لي ورا. افتكر لما انت ديسمبر. كنت هناك، كنا في البرتغال نكلمك فيس تايم، افتكر قريب. انت لعبت الالعاب دبي السعوديه؟ البرتغال. لعبت دبي- الالعاب دبي. السعوديه؟ كيف؟ تمام. الله ان شاء الله ان شاء الله جاي ان شاء الله جاي. منافسة. ليش حر؟ مو حار كيف بالذات احنا في رياضتنا كل اغلبه ايروبيك، فيعني في نص السباق ما تقدر تتنفس. النفس ايه برد ولا ايش عموري كان؟ برد؟ كتمه يعني كذا. صح يعني هنا رطوبه وكذا فاحسن ريقك صح لا، صح. يفرق مرة. الجو مع انتوا اندور ولا اوتدور؟ الدور. بس السنه دي ممكن على المويه. اوه في الشرقيه ولا جده؟ لا هو من جد مستحيل تكون في الرياض. بس كلاسيك كوستل مو كلاسيك. الكوستال البوت يختلف صح؟ طب بتتدربوا عليه؟ انا لازم اعرف ايش يعني لازم أوكي، اعرف أوكي. زيادة عن يختلف رياضتهم. البوت الروينج. شوف حلقه كامل. مم. ايوه ملم، شوف ملم مع كامل. ملم مع كامل. داعس بالله ما شاء الله تبارك الله. شفت حلقة شوف حلقة الروينج حلقة أنا في شيء استفدت منها. في بوت الروينج هذا العادي اللي يخشوا به الأولمبياد. إيه. الكوستال فيه الأولمبياد 28 الين. في أوكي حيدخلوه. الشيب حقه يختلف لما تقدر أفتكر إنه أسهل. في أحد قال لي إنه أسهل من العادي. ايوه اسهل انك تنزل فيه. بالضبط. هو تخين فمور بوينت. البالانس فيها أسهل. انا لازم اراجع الحلقة. ايوه لازم تراجع إيه، حلقة ملم محمد مع كامل. محمد عمر كامل. اللي سحب والله علي داعس اللي سحب علي وما جاء اليوم. بصراحة يعني أول شيء صح ما وضحنا ليش هو مو موجود معنا اليوم. حصل له ظروف أموره مشغول. طيبة الحمد لله. إيه. الله يعطيه العافية، لكن إن شاء الله حيكون معنا الحلقة الجاية. وأنا أول مرة أصلا أسوي الحلقة لحالي، فشوية كان كذا إنه أوه إيش الهرجة غريب شوية، شويتين الموضوع بس حبي الأمور طيبة. لابسين نفس الاسكس الله يكرمكم. لابسين نفس الاسكس الله عليك. مو نفس الاسكس يا عمي لا تقول تسوي لهم اعلان، ما نسوي لهم اعلان دولة. اوكي كت. اللي اذا بيدفعوا لنا حياكم الله، احنا ناس مره نحب هذه الجزمه. المهم طيب ايش خطتك دحين قبل النهايه، قبل ان ننهي من ناحيه عالميا وداخليا؟ فين نشوفك ان شاء الله؟ شوف صراحة يعني نفس يعني العاب السعوديه ان شاء نفس الله. الخطط. اوكي ايوه في يعني إن شاء امورك الله تمام بالسعودية. دحين؟ يعني اصابات؟ في عندك وقت عندك وقت. نحاول يعني ان شاء الله ان شاء الله نلوم نفسنا كذا ونلم الامور ان شاء زي الله ان الناس شاء الله. ونحاول. في صعوبات كثيرة كلاعب صراحة. العاب فردية دائما حتلاقي صعوبات، صح، دائما صح. حتلاقي صعوبات. اجتهاد شخصي انه لحالك. مو شخصي روق. اوكي ما في شيء اسمه طيب اجتهاد مو شخصي، شخصي. انت مره محسس إيه. شكله في واحد مستقعد لك الكلمه دي. لا طيب والله مو صراحة شخصي بس يعني في النهاية ايوه لا صح في كلامك. ناس كثيرين عندهم فضل علي يعني بس ما نقدر قصدي نهاجم. انا انه ايوه انت كمان لازم تشتغل على نفسك. إذا انت ما صراحة. اشتغلت ما أيوة، فاهم. أيوة، تفرق. طبعا يعني خبرات الناس اللي حوالينك تفرق. فانت كلاعب يعني العاب شخصيه العاب فرديه حتلاقي صعوبات مره كثيره في كل هذا. ممكن موسمك اللي انت مخطط عليه ما يكون يتغير شوف. يعني ما يمشي نفس الخطه. يمكن ما يصير والله. يمكن ما يصير زي وضعي انا داكي هنا جالس. لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا عم تصير. دوب تكلمنا عن المنتل هيلث الحمد لله. قوي قوي وحيصير ترى ما انتهيت. في صعوبات كثيره تلاقيها صح بس صح. انت يعني لازم تحاول تتغلب عليها. لازم تحاول يعني كذا تتغلب على الابس اند داونز، تكمل زي ما تكون. انت سالتنا عن ايش خطتي قدام، حتكون نفسها اللهم انه نحاول نطور نشوف ايش الاخطاء ما عندك كذا شيء مثلا انه اولمبياد
شوف صراحة الأولمبيات شيء معين كده حطوا هدف مرة كبير. الأولمبيات يعني هدف أي لاعب، طبعا أي لاعب عارفين لعيبة الكورة ما يهتموا في الموضوع. صح. ليش؟ على ولي داري، بس الأولمبيات شيء مرة مهم بالنسبة لنا كألعاب مختلفة. فكان ودي صراحة وكان عندي هدف مرة إنه 2024 أتأهل الأولمبياد دي. هدف يمكن لي حاطه من يعني تقريبا سنة ونص إن شاء الله 28. صراحة كنت حاط الهدف دي، بس سبحان الله يعني بعض الأحيان أشياء تصير. جاتني إصابة ووقفت حرفيا فترة، يعني السنة الكاملة كلها تقريبا ما لعبت فيها إلا تقريبا في الألعاب السعودية، وما قدرت. دحين أنت موقف؟ دحين بس رهاب دحين؟ لا أنا رجعت هذه السنة، لعبت يعني كذا مرة الحمد لله. أحسن بتجهز الألعاب السعودية دحين أيوة نحاول نجهز الألعاب السعودية، هي الوحيدة اللي موجودة في هذه السنة بقيت. خوي حط كل دمك فيها. يمكن عندنا كمان بطولة يمكن، بس حط دمك فيها يعني. لا إن شاء الله الله ييسرها. بس يعني نعم نقول إنه نكمل على نطور الأمور اللي لقينا فيها يعني غلط، نحاول نحاول يعني نحسن في الأمور. زي ما قلت في أمور كثيرة قاعدة تتعقد علينا، بس الحمد لله يعني ما دام الدنيا ماشية عادي نمشيها. الحمد لله سهلها تسهل الحمد لله. يا الأولمبيات الجاية طبعا يعني يعني في وقت، في عندك وقت، مساحة كبيرة يعني. عندنا 4 سنوات تقريبا. 28 عندك وقت خوي. 28 الأولمبيات يعني طبعا يعني كل 4 سنوات. وشي فكك انه كل 4 سنوات بس عادي يعني ايش تسوي؟ يعني هي فكك ومو فكك صراحة. يعني عندك وقت يعني جاهز. تدي حماس، تدي انه ايش، لا الأولمبيات بس هدف. بس فكك للي عمره حساس. صح زي بس هذا انت كم عمرك؟ 25 يعني لازم الأولمبيات هناك 28 29. طيب برضو لا تكون سعودي يقول لك كبير. لا ما دخل يا عمي، في ناس ثلاثينات. والله ما اعرف صح. مع انه انا سمعت، اعتقد ماني متاكد انه هذا سؤال قبل الميداليه هو فوق ال 30. اقول لك عشان كذا ترى اقول اخوي ما دخل انت بديت. شوف صراحه انت لما تفكر في الموضوع من ناحيه انه انت بس اهتم بجسمك. لا بس اقول انه انت لما تفكر بالموضوع من ناحيه لا ميداليه ودنيا حتحس انه هذه تاثر على تفكر. لا تاثر على المنتل هيلث حقك والعقليه. انت اهم شيء صراحه انا بالنسبه لي انه انا احب اللعبه دي حلو، ابى اكمل، ابى اوصل يعني ان شاء الله اذا ربي قدر انجازات بالضبط. ابى اكون يعني هاي يعني اليت اثليت فيها، اكون توب يعني من الناس اللي هذا. ويمديك يا اخوي والله يمديك. فهذا شيء شويتين يشيل الستريس انه لا اولمبيات. لا هي جات الحمد لله لانه هدفك واسع كذا يعني. ايوه بالضبط. لما تقول انه انا بلعب ابى اجري كويس، ابى اتطور في اشياء انا ما كويس فيها، ارقامي تكون احلى بالضبط. انجازات شخصيه، انجازات اذا كان جات انجازات ميداليات زي كذا الحمد لله، ما جات برضه الحمد لله. ان شاء الله خوي باذن الله احسن من هذا. حط الشغل، عارف انه انت داعس. لا ان شاء الله. من يوم ما شفتك كذا قاعد ما شاء الله هنا وهنا 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 قاعد مركز على الموضوع، طمنت عليك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ايش تنصح الناس؟ نصيحة عامة، اي نصيحة حتى مو في الرياضة، اي شيء تعلمته السنين اللي فاتت. امزح هاي دقيقة. شغال الا صح نصيحة ايوه. وعارف دائما اسمعها في الافلام. المهم يعني مو منك يعني من كيسك يعني. ايوه هذا من كيسك. طيب لا طبعا هذا اولا واخرا. ايش فينا المهم ايش في نصيحة صراحة. اغلب الناس خصوصا في هذه السنوات مع الرياضات، والناس صارت تعرف للرياضة اكثر. يمكن انت كمان تلاحظ هذا الشيء كمدرب. احب الناس يكونوا واعيين انه ترى الرياضة مو بس نادي حديد ولا جيم ولا هذا. صح. مع الألعاب السعودية كمان وضحت للناس، وضحت أشياء كثير. يعني أنت مو لازم تروح تجلس في الحديد إذا وأنت غاصب نفسك تحاول تعضل زي اللي جنبك. مو لازم، ترى تقدر تكون صحي، تروح تتسبح، تلعب رياضة سباحة، تلعب ركوب خيل، تلعب من جد رياضة. في دحين يمكن في هذا أكثر من 45 اتحاد
تقدر يعني ان شاء الله شطرنج. لا شطرنج عندي تحفظات فيها. لا ليش؟ ايش الرياضة؟ مو رياضة. لا اعتقد مدروج لعبة بس مو رياضة. منو اعتقد رياضه رياضة زمن خلاص. ما اعرف صراحه ما يا زمن رياضه يعني فكريه مثلا زي الكارتينج ولا هذا كنت اقول هو دي مو رياضة ايش جوهم. بعدين ترى بيحرق كالوريز. ايوه في ستريس في عضلات تشتغل فيه اشياء كثير كرياضة. تمرينهم وزي ايوه كده. طبعا بس شطرنج ايش؟ فاهم؟ عنده انا مالي صراحه انا احب الشطرنج. حتى انا احبه بالله ايوه نلعب جيم خلاص بس ما احبه الزبد. والله مجاوب ملعب بس لا بس الحين انه انت قاعد تزعلهم. بس قصدي رياضه بتكلم رياضه شيء فيزيك. بس اعتقد عندهم اتحاد شطرنج ايوه عارف بس ما هي حتى ما بلوت تعتبر عمل رياضه. فيه. ايوه صح ما هي رياضه صح. ايش فيك اللي اذا كان في بوكس ما ندري عنه ما في رسلينج بالبلوت ما ادري عنه الله يدري. بس اللي كنت اوصله انه يعني في مليون رياضه تقدر دحين الفرص متاحه. شوف لك الرياضه اللي تحبها خشها. مو لازم تروح نادي حديد عشان تكون رياضي لا. مو لازم تكون معضل بالعكس يعني مو لازم تكون معضل مره عشان تكون رياضي لا. في عندك مليون رياضه تقدر تبدع في مليون رياضه تقدر تستمتع في مليون رياضه. فلا تحد امورك في الحديد. هي في نادي حديد ولا كروسفيت ولا صح كلام لا معك مع الكروسفيت صراحه من احسن الرياضات اللي اشوفها صراحه لانها بتجمع اشياء كثيره بتخليك كويس في اشياء كثيره. ايوه صح عشان كذا بس كرياضه كروسفيت ما انصح لللونج تيرم لانه ما هذا موضوع ثاني لحاله نتكلم فيه. تكلمنا فيه مره بس ما انصحه كانه ككومبيتيشن لسنين. ايوه كفتره معينه لانه مره شويه صح على الجسم مو مره بس تاخذه كبسطه كانك تطور في اشياء كذا وبسطه حلو مره معك. ففي رياضات كثيره في هوكي والله في هوكي صح انا والله جد عارف كذا واحد ما شاء الله دحين في الهوكي الجديد في الشلال ولا ايه؟ في الشلال ايه. شفتهم مصورين اعتقد ما اعرف الكوميونتي حقهم والدوري حقهم ولا هذا كيف بس المهم فيه روحوا اتزلجوا انبسطوا بردوا على نفسكم في والله يعني داعش في اي شيء في كلامي اي صح انتوا جربتوا الكلامي انا ولا كامل كان كامل صراحه من زمان نفسي اجرب الكلامي مع الناس اللي قاعدين يتسلقوا زي كذا اشوفهم اقوياء والله اسال كامل يعرف ناس كثير مره اقوياء مره صراحه. أيوة. لما كذا مره افك اشوف ريان غليني كمان يطلع كلام كثير كلها هنا تقرب مجانين ترى ناس مجانين. لا مو جو يعني مو جو. ايش في رياضه ثانيه ما اعرف اللي هو خلاص. هذه نصيحتك الله يعطيك الف عافيه. شكرا لك شكرا انه جيت تكلمنا كثير فلسفنا. يعطيك الف عافيه والله. نعم الله يعافيكم. يعطيك العافيه.